لو أنت مرتبط ببرج من الأبراج دي، اعتبر نفسك كسبت الجايزة الكبرى، تميمة حظ ودفعة نجاح مدى الحياة. في الحلقة دي من نجمة بتحكي هنتكلم عن الأبراج اللي وجودها في حياة شريكها مش بيغير أيام، ده بيغير مصير كامل، سعادة، نجاح، وطرق بتتفتح من غير ما حد فاهم إزاي. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. برج الميزان. الميزان لما يحب بميزان النجاح، بيخلق سلام وراحة نفسية في البيت تخلي الشريك يركز ويتطور، دعم زائد عقل ومزاج رايق، والنتيجة نجاح في الشغل والحياة. برج الثور. الثور تميمة استقرار، وجوده مش مؤقت، وجوده مشروع، بيعود شريكه على الصبر والبناء والتعامل الصح مع المال، ومعاه الحلم بيتحول خطة، والخطة مشروع، والمشروع حقيقة. برج السرطان. السرطان بيبني للشريك بيت حتى لو مش في نفس المكان، بيخلق أمان ودفء واحتواء، ولما الإنسان يحس إنه في مكان آمن بينطلق وينجح. السرطان بيدي أرض والشريك بيزرع. برج الدلو. الدلو مش بيجيب حظ، الدلو بيغير واقع، بيفتح عقل الشريك على رؤية جديدة وأفكار مبتكرة وطريقة تفكير أبعد من اللي اتعود عليه، ومع الأفكار بتيجي الفرص، ومع الفرص بتيجي النقلة. برج الجدي. الجدي مش مجرد شريك، الجدي مدير نجاح، بيرتب وينصح ويوجهه ناحية خطوات محسوبة. نجاح الجدي عدوى، وعدوى النجاح أحلى عدوى ممكن أي حد ياخدها. برج الحمل. الحمل شرارة بداية، بيدي للشريك جرأة وحماس ونار تخلي الشخص يتحرك بدل ما يقف، والحياة بتحب اللي بيتحرك، عشان كده الحمل يمشي والنجاح يلحقه. الأبراج دي لما تدخل علاقة بتسيب أثر، مش بس حب، لكن حظ وطريق مفتوح، ولو انت واحد منهم افتكر إن وجودك بيفرق في مصير حد تاني. اكتب برجك، إن كنت تميمة الحظ ولا اللي معاك هو اللي أخد النصيب. والنجمة بتحكي.